حوار حول آخر الأخبار الرياضية. الحقيقة جالي رسائل كتيرة جدا عبر الواتساب، قالت لي يعني أنت بتتكلم في كل حاجة وعديت كده حكاية إمام عاشور والباب اللي اترزع والخناقة والحكاية الواحد ما بيحبش يدخل فيها أمور دمها أهلا تقيل. بكم. فكان يا النهاردة دوبك هنغوص الماتش في لسه محتوى خلصان، كان أثار صعب إن جدل احنا كتير نتكلم على فيها، لكن الإنترنت. بشكل فيديو من مختصر قناة على وبدأ يوتيوب، يقارنوا الفيديو ده بين بيتكلم موقفه بشكل أساسي وموقف عن شيكابالا في نهائي تعليقات كأس المعلق مصر مع الرياضي الزمالك المعروف في مدحت شلبي 2021. بخصوص تصرفات لاعب الكورة إمام عاشور. أهلا بيكي. بالظبط كده. المصدر ده بيقدم وجهة نظر مشجع، يعني واضحة جدا، وتحليل ممكن نقول حاد لتصرفات اللاعب وردود الفعل عليها. مهمتنا هنا إننا نشوف إيه النقاط الأساسية اللي الفيديو ده بيطرحها عن الواقع نفسها، وكمان الاتهامات الأوسع اللي بيوجهها في سياق الكرة المصرية. تمام، خلينا ندخل في الموضوع على طول. الفيديو بيبدأ بانتقاد كابتن مدحت شلبي، انتقاد قوي لسلوك إمام عاشور بعد الحادثة اللي اتقال إن حصل فيها إتلاف ممتلكات وإهانات لعامل. الفيديو تناول موقف شلبي إزاي؟ الفيديو بيبرز إن شلبي شاف إن تصرف عاشور ده يعني غير لائق أبداً بلاعب محترف وشخصية عامة، واعتبره بيضر بسمعة الرياضة في مصر. وشلبي كمان شدد زي ما الفيديو نقل على أهمية الأخلاق، حتى إنه وصف بعض اللعيبة اللي ممكن ما يكونش عندهم الحتة دي بفقاعات هوائية مهما كانت المهارة. فقاعات هوائية، دي كلمة قوية. طيب هل في نقط تانية اتشرحت من كلام شلبي في الفيديو؟ نقطة مهمة برضو، إن شلبي أكد على حق لجنة الانضباط إنها تستخدم أي دليل يوصل لها، يعني حتى فيديوهات السوشيال ميديا ممكن تكون دليل لاتخاذ القرارات. ووقتها كان في كلام حسب الفيديو عن إيقاف محتمل لعاشور. الفيديو قال في الأول نقلاً عن شلبي إن ممكن يوصل ل8 شهور. 8 شهور ده كتير قوي. أيوة، بس بعد كده الفيديو نقل عن مصدر تاني، شخص اسمه أحمد عبد الباسط، إن التوقع بقى مختلف، يعني ممكن يكون إيقاف من 4 ل6 ماتشات بس. هنا الموضوع بدأ يتشعب أكتر. طيب القناة نفسها ميدو الشيمي كان إيه موقفها من كلام شلبي؟ القناة بصراحة أشادت بيه جدا، قالت إنه قال كلمة الحق. ومن النقطة دي الفيديو بدأ يعمل مقارنات، يعني قارن بين التعامل مع واقعة عاشور وهو لاعب في الأهلي وحادثة تانية حصلت قبل كده للاعب زمالك شيكابالا. الفيديو بيقول إن في ازدواجية معايير، وإن التعامل مع عاشور كان فيه تساهل أكبر. مقارنات. طيب هل جاب سيرة مقارنات تانية يمكن تاريخية شوية؟ تمام. الفيديو استشهد بموقف قديم للاعب حسام حسن كنموذج، يعني إزاي الإدارات اللي وصفها بالقوية زمان زي إدارة كابتن صالح سليم كانت بتتعامل بحزم شديد مع أي خروج عن النص الأخلاقي، وده عكس اللي هو شايفه بيحصل دلوقتي. وربطوا الموضوع ده بشكل مباشر إن التسامح المزعوم ده سببه إن عاشور بيلعب في النادي النونس، وده تعبير بيستخدمه بعض المشجعين في انتقادهم للأهلي. النادي النونس؟ أوكي، يبقى الفيديو مش بس بيتكلم عن اللاعب والمعلق، لا ده بيوسع دايرة الاتهامات. بالتأكيد. الفيديو بيتهم جهات تانية بالتحيز للأهلي، بيستخدم تعبيرات زي الإعلام المدلس، يعني إعلام منحاز، واللجان الفاسدة، كإشارة لهيئات رياضية شايف إنها مش نزيهة. وحتى اتكلم عن الجدل بتاع لقب الدوري، وقال إن بيراميدز هو الأحق بيه، وإن في قرار هيطلع قريب لصالحهم من محكمة الكاس. وكمان في اتهامات تاريخية زي ما فهمت. أيوة، الفيديو أشار لحاجة اسمها فضيحة الأهرام، دي قضية قديمة، وادعى إن في محاولات لإضعاف أندية منافسة زي الإسماعيلي، واستهداف لنادي الزمالك بالذات زي محاولات ضم لاعبيه أو التأثير على مدربيه. بس مهم نأكد إن دي كلها مجرد ادعاءات موجودة في الفيديو اللي بنتكلم عنه. مظبوط، احنا بنعرض اللي اتقال في المصدر ده. طيب نرجع لنقطة العقوبة المتوقعة على عاشور اللي هي بين 4 و6 ماتشات نقلاً عن أحمد عبد الباسط. الفيديو علق على الرقم ده؟ الفيديو استغرب الرقم ده، يعني تساءل ليه العقوبة تبقى كده، واعتبر ان ده ممكن يكون مختلف عن اللوائح اللي كانت المفروض تتطبق في حالات زي دي قبل كده، وكانوا مستنين يشوفوا قرار الكاس بخصوص الدوري. إذن لو هنلخص اللي بيقدمه الفيديو ده، فهو تبنى موقف مدحت شلبي المنتقد لتصرف اللاعب، وبعدين وسع النقاش عشان يشمل اتهامات كتيرة بالتحيز وازدواجية المعايير في الكرة المصرية، واستخدم المقارنات عشان يدعم كلامه. بالظبط كده.
المحتوى بيقدم وجهة نظر حادة جدا ومليان اتهامات لأطراف كتير في المنظومة الكروية، وبيعتمد بشكل كبير على المقارنات بين حالات مختلفة واللعيبة من أندية منافسة عشان يثبت فكرة المعاملة التفضيلية دي اللي هو بيدعيها. وواضح طبعاً أن التنافس الشديد بين الأندية هو وقود أساسي للكثير من النقاشات والاتهامات دي. وده بيوصلنا لسؤال أخير ممكن نفكر فيه بعد ما استعرضنا المحتوى ده. يا ترى التركيز الكبير قوي على سلوكيات الأفراد والمناكفات الحادة دي بين الجماهير زي ما الفيديو بيعكس ممكن يصرف نظرنا عن قضايا تانية أعمق؟ يعني قضايا الهيكلية مثلا، أو إصلاحات ممكن تكون ضرورية في إدارة الرياضة نفسها وتطويرها بشكل عام؟ ده سؤال مهم أعتقد.